بصراحة مفيش أحلى من ريحة الطعمية الصبح وهي لسه طالعة سخنة كده ومقرمشة. بس المرة دي مش من بره، دي من ايدك انتي في البيت. تعالى أقولك على طريقة سهلة جدا تعملي بيها عجينة الطعمية الأصلية بطعم زمان وريحة المطاعم، وهتوفري كمان. قبل أي حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا النهاردة. معايا نص كيلو فول مدشوش، لازم تنقعيه 12 ساعة. ما تسمعيش كلام اللي هيقولك يتنقع 3 ساعات بس، لأ، هيبقى جامد معاكي في الكبة ومش هيتضرب كويس. هننقعه اقل حاجة 12 ساعة. ومعانا حزمة بقدونس على كزبرة، التلاتة مع بعض حزمة واحدة. بقدونس على كزبرة على شبت. ومعانا حوالي نص حزمة كرات. الكرات لو مش متوفر ممكن تستبدليه ببصل اخضر. ومعانا بصلاية اصغر من المتوسطة بشوية. ومعانا معلقة توم كبيرة مفرومة. ومعايا ملح وفلفل وكمون. تمام كده، كلهم بيبقى معلقه شاي. هنا الكبه مش هتاخد الكميه دي كلها. عايزه اقول الكميه دي فعلا بتطلع كميه كبيره وموفره اكتر من بره بكتير. لا، انا هقسم الكميه على مرحلتين. الاول هحط نص الخضره على نص الفول على التوابل على كل المكونات معانا، وهنضربها كويس. وبعد كده هنروح شايلينها من الكبه ونروح حاطين الجزء التاني. تمام. بعد كده نرجع نروح مقلبينهم كلهم على بعض ونروح حاطينهم كلهم على بعض زي ما انتي هتشوفي معايا. وال لما لو لقيتي المكونات مش ماشيه معاكي في الكبه كويس، ممكن تزودي حاجه بسيطه جدا من الميه. انا زودت معلقه. لما المكونات كلها خدت مني الكميه، خدت 4 معالق ميه. تمام، 4 معالق ميه كبيره. تمام، واحدة واحدة برضو، ما تزوديش مرة واحدة بس. عادي لو زودتي مية مفيش أي مشاكل، هتمشي معاكي في الكبة وهتطحن كويس. بصي شايفة بقت عاملة ازاي؟ وهتلاقي اللهم بارك الكمية كويسة جدا، غير بره خالص. ده دلوقتي يعني الكمية ب20 جنيه بره ما بتكفيش أسرة 4 أفراد. دي ما شاء الله كميتها حلوة جدا. وبصي لما تيجي تعمليها متماسكة وجميلة وهتلاقيها هشة معاكي. مش عايزه اقول لك عامله ازاي. احنا مش هنضيف ليها اي بيكنج صودا ولا اي حاجه، هنكتفي كده بالمكونات. لما تيجي تشيليها في الفريزر وتطلعيها، هتضربيها مثلا بالمضرب عشان تدخلي فيها هوا شويه بسيط، وتحطي حاجه على طرف المعلقه، حاجه بسيطه جدا بيكنج صودا. وممكن ما تحتاجيش كمان لو ضربتيها بمضرب كده دخلتي فيها الهوا. بس كده. شايفه الجمال؟ الطعميه خلصت معانا والله ما خدت وقت، كل الوقت بس هو في ضربها في الكب. بس عايزه اقولك بتعمل كميه فعلا محترمه بجد. بصي طعميه خضرة وخفيفه جدا ومقرمشه من بره وطريه، مش قادره اقولك قد ايه من جوه. وهشه كمان. جربيها بالطريقه دي وقولي لي رايك في الكومنتات ايه. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان الكل يستفاد. بصي من جوه هشه ازاي، وعايزه اقولك والله من بره كريسبي وجميله جدا. انا متاكده لو عملتيها مره في البيت بالمقادير دي مش هتفكري تشتريها تاني من بره خالص يا حبايبي. ان شاء الله اشوفكم المره الجايه في وصفه جديدة.